ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى اكله كده ايه لذيذه. اكله المصريين بيعشقها كل المصريين، والعرب كمان والاجانب بيعشقوا المحشي الكرنب المصري. النهارده بقى ايه، بدات كده سريع سريع، وعلشان نتعلم نختصر في وقتنا نولع على كذا حاجه في وقت واحد. البط بتاعي يتغسل غسله كويسه جدا جدا، وبيتسلق حبهان لورا كبابه صيني فلفل اسود كله حب، ميه بتغلي فيها ملح وكمون عشان نسلق الكرنب. التسبيكه بتاعتي العسل عسل عسل عسل، بصل، توم، فلفل، ضربتهم مع بعض استووا ما احمرهوش ما خدوش لون، دبلوا بس. نزلت عليهم بصلصه الطماطم، خدوا كمون وفلفل وكزبره، وخدوا سنه نعناع وسنه زعتر والملح بتاعنا. يلا هنسلق الكرنب ونبتدي نشوف هنعمل ايه. حبايبي اهوت انا بسلق الكرنب. حطيت الكرنب بتاعي وهسلته بقى ايه ورقه ورقه كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، وبحطه معايا كده مع بعضه، ما اقساش عليه علشان ايه ما يتهريش. حبايبي اهوت بدات الف الكرنب معاكم اهوت. حط كميه مناسبه، لا تكتري قوي ولا تقللي قوي، وايه وتمكني الصباع كده عشان الصباع يبقى معاكي ايه زي العسل. اهو بنلف بقى حلتنا، يلا هنكمل بقى ونشوف مع بعض. كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لفيت ورق الكرنب جميل ازاي، لفه زي العسل. شويه محشي بقى ايه سكره، إيه، ودي الوزه اللي بتبقى في قلب الكرنبايه حشيتها برضو. يلا هنسقي ونعمل شويه لسان عصفور ويبقى خلصنا. كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن اهو سقينا المحشي بتاعنا. شايفين مستوى الشوربه فين؟ تحت الصف الاخير، ما نزودش عن كده عشان المحشي بتاعنا الرز بتاعه يطلع مفلفل وجميل. وعملت كمان شوربه لسان عصفور اهيت جميله. اللسان عصفور يا حبايبي بنطفي عليه قبل ما يتم سواه، يعني هو كده لسه نص سوا، بطفي عليه واغطيه واسيبه بيكمل سواه على السخونيه. ودي البط بتاعي دهنته معلقه سمنه بلدي ودخلته الفرن عشان ايه البط ده دسم. انا مش عايزه اديله اي اضافات ولا اي طماطم ولا اي صوصات، انا بس دهنته معلقه سمنه بلدي وحطيته ايه في الفرن علشان ايه يتحمر وياخد لون ايه جلد حلو. كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين المحشي بتاعنا مفلفل وجميل وبيلمع وزي الفل، والوزه بتاعتنا ديت اوعوا تنسوها تحفه. ومعانا البط بتاعنا بصوا ذهبي ومحمر وزي الفل، بصوا مقرمش الجلد بتاعه مقرمش وزي الفل. يلا بالهنا والشفا بقى، احلى شويه محشي هتاكلوه.